انت تعرف ان صرخة واحدة منك ممكن تسيب جرح في قلب ابنك يفضل معاه طول العمر. اغلب الاهالي بيفكروا ان الصراخ هو اسرع حل علشان الولد يسمع الكلام، لكن الحقيقة يا جماعة ان الصراخ والزعيق بيكسر ثقة الطفل بنفسه وبيخليه يخاف منك بدل ما يحترمك. كتير من الامهات والاباء لما يتعصبوا يرفعوا صوتهم بشكل تلقائي وبيفكروا ان الطفل كده هيطيعهم ويسمع كلامهم، لكن اللي بيحصل العكس. الطفل يا جماعة بيعمل اللي انت عايزه وهو مرعوب، بس جواه غضب بيكبر مع الوقت، وده بيخليه لا اما يتمرد اكتر لا اما يضعف شخصيته ويتعود يطيع خوف مش حب. اول ما تحس انك هتتعصب خد نفس عميق قبل ما ترد على الطفل، انزل لمستواه عينك في عينه واتكلم بنبرة هادية جدا بس نبرة حازمة. يا جماعة بدل ما نزعق للطفل ونصرخ فيه، وضح العواقب للطفل. يعني مثلا لو ما خلصتش واجبك مش هتلعب، او لو ما لمتش العابك هتتحرم من اللعبه يوم كامل. والاهم يا جماعه ان امدح الطفل لما يسمع الكلام، اشكره من غير ما ترفع صوتك فيه عشان يعرف انك بتقدر التصرف الصح. يا جماعه طفلك محتاج يسمع صوتك بالحب مش بالخوف، محتاج يحس انك بتوجهه مش بتكسره. جرب مره واحده والمره الجايه كلمه بهدوء وهتتفاجئ ان تاثيرك اقوى من 1000 صرخه. اشترك في القناة علشان نكمل مع بعض خطوات التربية الصحيحة.